وإلى العيون نتوجه الآن. كيف تابع الصحراويون الخطاب الملكي؟ ردود الفعل منسجمة مع التوجه الملكي، والصحراويون متشبتون بمقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي ينسجم مع فلسفة الجهوية. ياسر الجويندي ويوسف ويشو. قبل 33 سنة كان هذا المقاوم وهو واحد من أبناء الصحراء رفقة عدد من المتطوعين الذين نسجوا خيوط ملحمة في استرجاع حقهم المسلوب لإنهاء الوجود الاستعماري. اليوم وبعد الانعتاق من براثين الاحتلال تأتي لحظة استحضار الذاكرة التي يروي تفاصيلها هذا المقاوم رفقة الأهل ومن ساهم معه في صنع هذه المعجزة، وذلك لحظات قبل بدء الخطاب الملكي المخلد لذكرى المسيرة الخضراء. ما قلت المسيرة من قادر الله ومن قليم ميلاه. الناس هون افترقت على 3 أقسام. ماشي واضح وذا كامل كنا نذاكروا فيه في الماضي ولليوم النهار كامل. لا قضية العيد والخطاب اللي هو كنا الحمد لله صمتوا له. وقد كان للخطاب الملكي وقع إيجابي في نفسية هذه الأسرة التي تبعت باهتمام مضامينه بعدما تضمن إشارات قوية أكد من خلالها جلالة الملك إطلاق مسار جهوية متقدمة تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتها جهة الصحراء بهدف تمكين أبناء المنطقة، قال جلالة الملك، من أجل تدبير شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي ضمن مغرب موحد. الملكي السامي خلق لجنة استشارية لإعداد المخطط الجهوي. هذه سابقة بالنسبة للعالم العربي، وسيستفيد أبناء هذه الجهة وخصوصا الأقاليم الصحراوية سيستفيدون من هذه المبادرة. يتطلب طبعا طاقات ويتطلب إمكانيات ويتطلب كفاءات، وهذه الكفاءات على كل حال احنا نقدر نكونوها، وهذه الإمكانيات نقدر نكونوها في إطار الجهوي. ومن هذا المنطلق أكد جلالة الملك بأن المغرب يؤكد استعداده التام للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي الذي يظل الخيار الأوحد لحل النزاع، وهو الخيار الذي تتشبت به ساكنة الصحراء والذي لقي ترحيبا أمميا ودوليا. الحكم الذاتي اللي اقترحه الملك وقدموا لأهل الصحراء، وأهل الصحراء بقاوه وزرعوا له، قبضوه من بيده الثنتين، قبضوا الحكم الذاتي وحبذوه والعالم صادق عليه وحبذوا حتى هو. وستظل الذكرى 33 لمسيرة خضراء مرحلة مفصلية لدى أبناء الصحراء من أجل التمسك بحقوقهم المشروعة ومواصلة التعبئة بهدف الدفاع عن وحدتهم الترابية للمملكة.